لما يجي ابنك يشتكي من مشاعره ابتعدي تماما، مش عايز نصح. انا عارفه قد ايه احنا ما شاء الله وحابين عيالنا جدا وشده حبنا ليهم، فعلى طول نديلهم الحلول وكذا. انا تعبان، لا ما حبيبي استريح يا حبيبي، ما هو جعان قوم كل يا ابني، طب كده ما تاكلش يا حبيبي ده مش عايز. ها لا، انا عايزه اديكوا واجب تدريب. عايزه تكتبي 5 مواقف ليكي ولاولادك خلال الفتره دي او الحلقه الجايه، او اكتبوا على الفيديوهات وانا هتابع معاكم الردود بتاعتكم، واكتبي رد فعلك عليهم ايه. بس اسمعي الحلقه تاني مره، الله يكرمك، اتعاد تاني، اسمعوها تاني وشوفي اتغيرتي. طب نسبه الكلمات، طب انت وقفتي على الموقف ارد واقول ايه افضل الكلمات وايه افضل التفاهم، وتقبلتي وفهمتي مشاعرهم ولا لا. هو ده بتاع النهارده. احنا لو نجحنا النهارده ان احنا نكسب الاداه دي في التربيه والطريقه دي في التعامل، اعمل ايه لما ابني يجي لي بمشاعر واتصرف ازاي، رد ايماني رد عقلي، وبعدين اتبعه بالتحقيق، وبعدين المسببات، واقول ردود مختلفه. انت ذات نفسك هتلاقي نفسك اتغير. لا مش هقول كده، لا انا لازم اتفاهم، لا احس بيه، لا اطلع مكنونات. ادعو الله سبحانه وتعالى ننجح فيها احنا واياكم.